اكتب المصطلح العلمي، وده بيبقى يجيب لي تعريف وانا بحل. اول سؤال بيقول لي الطاقه التي تنتقل من نظام الى نظام اخر بسبب اختلاف درجتي حرارتهم. الطاقه اللي بتنتقل من نظام لنظام اخر او لوسط محيط اسمها الحراره. اسمها ايه؟ الحراره. الطاقه التي يصل اليها نظامين مالهم؟ قال لي مختلفين في درجه الحراره بعد تلامسهما، يبقى هما مختلفين وحصل ايه؟ تلامس. جميل. تساوي درجتي حرارتهما، في الاخر بيتساووا الدرجتين، اسمها حاله الاتزان الحراري. طيب انتقال الطاقه الحراريه خلال الاجسام الصلبه يبقى ده توصيل. طيب مقياس مدى قابليه المواد لتوصيل الحراره اسمها التوصيليه الحراريه. حلو. انتقال الطاقة الحرارية في المواقع مع حركة جسيماتها. في المواقع يبقى حمل، انتقال الحرارة بالحمل. في الصلبة توصيل. حركة الهواء البارد من البحر نهارا باتجاه اليابسة اسمه نسيم البحر. طيب موجات تنتشر في الفراغ اسمها موجات كهرومغناطيسية. موجات كهرومغناطيسية. انتقال الأشعة تحت الحمراء من أسطح الأجسام الساخنة دون الحاجة إلى جسيمات مادية، وده اسمه الإشعاع الحراري. يبقى أنا كده في التوصيل صلبة، في الحمل سائلة، ودون الجسيمات المادية إشعاع. تقنية تستخدم كاميرا اسمها السيرموجراف. سيرموجراف أو جراف.